يا جماله يا جماله. تعالوا بقى، عندك شويه كبده في الفريزر نطلعيهم وتعالي معايا شوف هنعمل ايه. هنا بقى نزلت بشويه زيت سخنتهم، ونزلت ب4 بصلات مقطعاهم طرنشات خفيفه، هندبلهم تتبيله كويسه. انا مش هديهم لون، انا عايزاهم يتدبلوا عشان نشوف هنعمل بهم ايه. وهقول لكم على غسيل الكبده يا بنات. الكبده تغسليها سليمه بدقيق وملح وليمون وخل، وتحطيها من غير ميه، وبعد كده تشطفيها شطفه مره واثنين وثلاثه، تحطها في مصفى. هنا جبت زيت وسخنته، ونزلت بيه مسلم، نزلت بتوم، ونزلت بفلفل روم على سبايسي، والكبده مقطعه الكبدايه 3 فصوص، وغسيل كويس جدا بالدقيق والملح والخل والليمون. ده القلب غسلاه وفتحاه، مش مخليه اي حاجه فيه. اهم من الشغل يا بنات غسيل الحاجه عشان مبقاش فيها اي زفاره. دي ولا كبده الفلاح ولا الكبده الاسكندراني، في منتهى الجمال. طبعا حطيتها بقى كده ايه في الزيت، وسبتها لمده 8 دقائق ما قلبتهاش، ونزلت عليها المقطع بتاع الفلفل ما جاش، نزلت بفلفل سبايسي على رومي على حامي، ونزلت بالتوابل فلفل وكمون وكزبره ناشفه وبابريكيا وورق غار، وقلبتها بقى كويس جدا، ونعصر الليمونه، وننزل بالخل، ونزلت بالبصل اللي انا مدبلاها كده. يا جمال ويا جمال، احلى اكله في منتهى الجمال. تعملي سندوتشات، تعملي مكرونه، تعملي رز زي ما انت عايزه، اكله في منتهى الجمال. كيلو الكبده بكام؟ ب400، دي ب130 جنيه. وقولوا لي اسعارها في الكومنت بكام. لو عجبتكم يا ريت نشترك في القناه ونعمل كومنت ونعمل لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.